عمري ما شلكت انسان كيما شلكت سي لحيب السيد. طلعت غلط في الاخر انه بالرسمي ناس كورت بينا كيما حبت، ناس لعبت بينا كيما حبت، وحتى الكلام هذا قلت رئيس الحكومه نهار مشيت نتناقشوا على التحويل على تشكيل الحكومه، وقلت له من نهار اللي طالعين ماشي في الوفد قلت لسفيان وقعدنا شوي في القهوه ندخلوا قلت له راني حاسه اللعبه ملعوبه وحاسكم ماشي مش تاخذوا البنج من عندي. وكيف دخلت له اول كلمتين حكاهم تاكدت البنج بتاعي في مفعول، وما اللي قريه وقتها في الفتره هذيك قالوا البنج فاسد وما يحوكش في العباد. هي ما سعيد العايد اليوم تسمعش على البنج الفاسد، تسمعش على اللوالب الفاسد، تسمعش على حاجه في وزاره الصحه. اليوم كي تعمل انت تحويل وين التكنولوجيا وزير هذايا وينه باش يعمل؟ الصحه عندها 30 سؤال شفاهي في المجلس، 7 من عندي و7 بالديتال، ونتحداه تجاوبني على سؤال واحد فيهم، نتحداه. وهذاك على تلقى لك القصبه واللي يمشي لها اي واحد تقول له كلم عماد على خاطر ادله وثابته، وعلى خاطر عاودت حلت كلينيك، وعلى خاطر راسين بشاشيه مع ابو شماوي وحلت كلينيك جديد، والكلينيك هو بيدو مسكر من عند سعيد العايدي وعنده قضيه قدام المحكمه، وتعاود تحله هي مباشره من غير قضاء ومن غير ما وقع الحكم في المجال هذا. قمه الفساد. التعيينات نتاعها ديرييرمون مدير سبيطار في هبير يدخل في حزب افاق تونس ويحضر في اجتماعات نتاع ياسين ابراهيم امس برك، دليل على انه افاق تونس يحكم خير من نداء تونس، وباش يحس روحه محمي مشى في حضن افاق تونس. والبارح في الاجتماعات يبعثوا لي بالتصاور نتاعو غادي. اليوم وزير الفلاحه هذايا يبيع في الكلاب، سمير بالطيب وفي اللي كان البرا مسلي عن يبيع في البلاطوات تقول هذايا ما شاء الله كان نحطوه. الراجل فهمتني ولا تصب المطار ينسب فيها روح، المطار تصب ينسب فيها روح واصلح حتى ما حد شيء. الوزير اللي كان سابق واللي كنا نتهموا فيه اللي هو نهضاوي اللي كان يقضينا نداء تونس خير منه هو، لانه وقت اللي صارت عديد الكوارث على مستوى الفلاحه والسقوي الموجود سواء كان في المستير نتذكر اللي حكيت عليه ولا في المهديه، وقعد تدخل في ظرف 15 يوم وتعويض الفلاحين. اليوم مناطق سقويه بالكامل اصبحت معناها عباره على صحراء، وهو يجي يعمل لي 4 تصاور ويروح. نتكلموا في الحقيقه. هذا شنو التحويل الوزير اللي صار؟ اليوم التجاره والصناعه، احنا شنو قلنا بالتجاره والصناعه؟ عادنا انسان كان موجود عباره سكرتير يشد يحل فيسبوك الصباح يحل يلعب الكارته ويروح. اليوم سي فيصل الحفيان مانيش نلوم على فيصل الحفيان على خاطر ماهوش عاطينه حتى خدمه، الملفات الكل هاز لاخر حقهم غادي. اول ما جي صاحبي باش تفهم الحكايه انت طول، اول ما جي دخل الوزاره قال لا باش نخدم في وزاره التجاره، خذا البيو نتاع الوزير وبعدين مشي خذي البيو نتاع الوزاره في وزاره الصناعه، والملفات كلهم كدسها غادي في الصناعه، ولا فاهم روحه ولا هو ولا باش يخدم تاع الصناعه ولا باش يخدم الفلاح. وعلى فكره الوزير هذايا اسمه اله النوم، لانه كي كان في التشغيل عمري ما ريت وزاره بالشكل هذا. كنا نسكنوا في المشتل الخيم الموجوده والاعتصامات الموجوده والشرايط والدبش معلق والخلاعي والهم نصرك ما منشور قدام الوزاره، الناس كلها شاده غاديك ما تدخلش حتى قدام وزارته باش ينحي اعتصام قدام وزارته. ما طلبناش منه باش يعطي القصري، القصريين جاتوا غاد وما عمل لها حتى حل حتى مع الشباب اللي موجود غاديك. لا تكلمت عليه ميديا لا فيسبوك لا دنيا لا اعلام لا راجل راكب. اليوم مشى نتذكر محسن حسن كان في التجاره هاي كل الاعلام يحكي عليه بيه وعليه. اليوم تسمع شي حاجه على التجاره، تسمع شي حاجه على الوقت. تسمع كان وزاره نداء تونس ناجي جالون انيس غديره فلان فلتان مشاكل كان في الماليه، هاو البلاد هلكها هاو البلاد خلاها اي طويك البلاد لاباس. ما هو الكلمه اللي قلتها سي لحيب السيد مش نقول لك انت سي حافظ، لو كان جاء ما هو سي قال سي لحيب السيد ما قال ثم معتمد قال لي الحق. اش قلنا له احنا في المداخله؟ قلنا له لو كان جات عندك قيمه وقدر وهيبه فراهو المعتمد هذا ما تجرأش عليك. اليوم نداء تونس يا سي حافظ البهايم القصير لا يشاوروه ولا يناوروه، وكان جاء نداء تونس عنده قوه وفاعليه فهمتني ولا راهو سيد رئيس الحكومه ما يتجرأش باش يعمل هذاك. وشكون اللي ركب رئيس الحكومه على نداء تونس؟ ركبوا نداء تونس كيفاش؟ وقت اللي يصير رئيس الكتله في الحج نهار المراوح شنو هو صار؟ في الاجتماع في الاوتيل جايبين الاعضاء الحكومه تستقوا بهم وقتها على الكتله النيابيه، هذه حقيقه. بعد رجعت المياه لمجاريها مع النواب ومع الحزب
وشكون اللي توريك هذا الحزب؟ وشكون اللي يضرب على ضرب الحزب؟ النواب اللي كانوا في امس في الايام مخونهم الحزب، واللي يقول لي وينهم النواب اللي كانوا قبل يضربوا على الحزب وقالوا الكتله داخله في حيث تاخذ المال الفاسد؟ وينهم؟ مع نشوف كان سي شاكر العيادي وسي شاكر وسي كمال حمزاوي، لانهم ناس من النهار الاول قال لك احنا عملنا ضغط معين وبعد تالي انا كل ايد واحده نخدم مع بعضنا، واول من طالب بالرجوع لبعضنا واللحمه واحد وسي كمال حمزاوي، وقال لك انه ما تصير الحكايه. والاخرين وين؟ اليوم اني واحد من الناس، اليوم واحد من الناس امس نطلب في سي يوسف الشاهد لا ما ثماش 80 تليفون. تعرف شو عمل لي ولا؟ اعمل لي ابيل اني هو طلع يوسف الشاهد اني مش نهزه علق. تفهم فيا ولا؟ رجعت له بالوقت على البلاصه ما هزش علي باش غدوه يقول لي ماني طلبتك وانت ما هزيتش. وقعدت نكلم فيه نصف الليل. تعرف علاش نكلم فيه؟ لانه احنا حتى روح التظاهر ما ثماش بعضنا، احنا نواب نضربوا بعضنا، وزراء نضربوا بعضنا، وكتاب دوله ووزراء نكملوا بعضنا. احنا اليوم نعيشوا في زمن الفوضى. وقت اللي معناه ايش معناه؟ معناه انت تبدا عندك حاجه منظمه يلزمك كانك انت تقول نظام ينشد الفوضى، مش فوضى تنشد التنظيم. العكس، اليوم المهديه اللي عمرها حياه عمرها مريقله. بس يعرف ذاك مش مهم برشا، مش مهم من كلامي، خلينا نكلمك. اليوم عندك معتمديه مخنوقه اسمها الشابه ما يدخلوا لها لا تتعدى منها لا تدفن الميت ولا تعمل فرح ولا تتعدى امبيلونس، لانه البرادعه مسكره على الكات فاس. الكياسات المؤدي الكل اللي تهز الشابه وتهز الصفاقس من الكات فاس حتى من البيس سكروه. واليوم نمشوا في الخامس يوم، واليوم التدخل بالكروموجين نتيجه تصريح نواب اللي هي انس الحطاب تصرح في تصريح باش ترد على ريم محجوب، ترجع لي ريم محجوب بطله وتقضي على حاجه اسمها نداء تونس، ويطلع سي المنسق الجهوي اليوم كناشط سياسي ويولي هو فهمتني ولا ضد الحكومه، ونداء تونس يقول لك مجيش ضد روحه ضد حكومته، ونلقى روحي اني نعوم وحدي بالشارع. لا ثم سعاد الزوالي ولا ثم محمد الناصر، ثم كان عماد ولا جبريل. يا خويا كيما قال سي رمزي اني راني حملت اليوم ما عندي ما نعمل. اني سي ناجي جلول بارك الله فيه يهز التليفون علي، ما يقدريش قال. تعرفش علاش؟ لان الناس اللي حاطه سي ناجي جلول كيما سي فتحي الخميري اللي غايته هو باش يصلح الوضعيه نتاع سي ناجي جلول، هاو قدامه سي فتحي الخميري. تاريخه شنو؟ تحب ولا تكره؟ يحن. اليوم الكتب العام نتاع النقابه الاساسيه نتاع التعليم الثانوي اللي سب صباحا مساء ويوم الاحد في سي ناجي جلول، واللي البارح بركه مساكي هبط بوست جديده يسب فيها في يوسف الشاهد ويدعو الى اقاله الحكومه. وشكون رئيس الحكومه القادم؟ فهمني؟ يتعين لي هو في المحليه نتاع السويس. ايه ما رجعت، ما هو سلم سيدي عاد ما رجعت، ما ذاك دوره، ما هو اني خاطرني الحافظ فديت من دور نقل الشعر والباندي في المهديه. يعني نحب نكون نهار عضو مجلس نواب، هاو جايب احداث يعني سردير. يعني نتعامل بالكف في المهديه على خاطر ما عنديش حزب. اني غادي نتعامل بالكف، معناها يا تعملني انا بعث لك اسمعي شوف بتريح. هذا شو اللي نعمل ايه؟ وليت حمزاوي دو. ما هو الحمزاوي يخدم بالكف القصرين، اني وليت كاكا. لا بالحق نحكي على خاطر ما عنديش اني حزب اللي مش يوقف معايا، وما عنديش رئيس حزب، وما عنديش رئيس حكومه. شنو قاس يوسف الشاهد؟ قبل ما نحكموش تو مش نعين معتمدين. هاي تشد عندي، اني يتعين لي معتمد على حساب نداء تونس فيها كود. ويقولوا نداء تونس، يدي منين نداء تونس اللي ما نعرفوش؟ يجي تشوف راجل نلقاه فيها. واني ما نعرفوش ومتعدي على الكوتان تاع نداء تونس ومتعدي في الليست تاعي من هنا. شكون جاب؟ قالوا جابت سعاد الزوالي. الحليل. يا اخي انت جيت في دقيقه 90 للحزب. انت جيت في دقيقه 90 ما لقيناش مراه جابوك من تونس حطوك خاطرك انت تنتمي العائله كذا. ايه ما قلتلكش ليه ونخدموا معاك اليوم وغدوه بعد غدوه. ثمن الحزب هذاك تبني على وقت اللي حتى حد ما يحل فمه. اليوم وقت اللي انت تجيب لي واحد كيما هذا ما تعرفيش الجهات وما تعرفيش شكون ولد افاق نحطه على تونس عليه وشنو يصير غادي تشعل لك الجهه. فهمني؟ اليوم لا نحكم ولا نعارض. واليوم عطيك مشكور احنا كيما المثقف التونسي اللي يخرج من دار الصحفي مدي الساعه نتاع الليل ويحوس في لافيني وحده لا فيها موخ ودار وين باش يمشي وقدوش باش يعمل. فلذلك اليوم حاب نقول حاجه واحده، والله العلي العظيم ما نعمل كل ما في وسعي
داخل الكتله وخارج الكتله ومع النواب الكل، انه هالتحوير هذايا لا يتعداك ولا هو باش ياخذ التصويت. هذه الاولى. ومانيش منضبط لا للحزب تو لا للكتله. وثاني حاجه اعتبروني من اليوم بعد اللي صار لي في المهديه اليوم والكارتوش يخيل في جهه البرادعه والناس تسب فيك نداء تونس تسب فيه، يقول لك هاو شكون انتخبنا وهاو باش يكافئوا فينا. اليوم سي حافظ انا عمري حكيت معك الحاجه هذه، تقول لي انت كذا، انت ما عندك حتى مقر صاحبي في المهديه محلوك، وكليك سكن وكليك عندك قضايا قدام المحاكم. هذه الاولى. وين مازال الجهوي باش تعملوها؟ مع شكون وكيفاش وباش؟ اليوم كان عندنا شويه نفس اللي هي صوت النواب داخل البرلمان، ونتعمدوا ساعات باش نتكيو الحكومه باش نكسبوا شويه الشعبيه عند العباد. اليوم اصبحنا ايش يقول لك؟ هذاك النايب نتاع الكلام اكا هاو كان حديد، وكيما قال سي حسن بكري متهمينا اللي احنا نمسكيو بيه الكلام هذاك ونحكيو فيه بالفقه. اليوم انت عندك، انت تعرف شكون انت في القلعه، هو سي شوكي موجود، سي شوكي بالله نتاع القلعه شكون؟ المعتمد تويك تعين جديد. تي سي بي في راجل التصويت وقال لك مرزوقي ونمشي للمحكمه. انا قال لك مرزوقي ونمشي للمحكمه، ما عندوش جمعتين من اللي هبطها تعين معتمد، ما عندوش جمعتين. صحيح هذايا ولا في القلعه الكبير؟ في القلعه الصغير. وتقول لي ما 10 و16 اياد الدهماني، هاو شنو ثم هاو خصك الموضوع شنو؟ الموضوع كامل اللي احنا ما عندنا حتى نائب يعرفوه اللي هو نائب، عندنا قله قليله اللي تعترف اللي هي نواب. اي وزير يجي تو ثم واحد كان يشلك في وزير، تترفع الجلسه يمشوا لهم يجروا يقول لي كاين واحد شنو ماشي له تجري، انت كنت تشلك فيه وكنت تنقد فيه، تترفع الجلسه يمشوا له يقول لك يجوا يسلموا عليه. شنو؟ اليوم يد الدماري يدخل كتب نداء تونس ويعمل شاطح باطح ويدور والناس الكل تسلم عليه بالبوس وكذا. وانا قلت له واحد سفيان توبه، قلت له انت لاعبها رجل مطافع نتاع الحكومه راك فاشل وما تجيش راشد، ونعاود نقولها. واليوم يوسف الشاهد هو اللي خاننا مش احنا اللي خناه، واللي يقول طويكه بالمنطق نتراويو. اخويا اتراويو في عقلكم، صدقوني نهار 3 جلسه عامه لا تلقى واحد مش معناه. تعرف شكون سرقاه مقاعد في تونس؟ اللي عنده مصالح وما يتمسش. واني الحمد لله ما عندي حتى مصلحه، المصلحه الوحيده اللي عندي معناه جلو. قلت له الحقيقه انا اثنين نشد كتبت ونهبط القرن وتو نوري انسان في الاحتجاجات ضده والسلام بالعافيه. بربي نحب نحط في البارنتيز. بالنسبه ما عنديش حزب في المهديه. نقول لك انت تعرف قداش من مره تحدثنا وتعرف الشيء اللي واقع في المهديه انت مسؤول عليه. وانا عليه رب العلا في المهديه. شويه عم تتكلم، ما تكلمت انت ولا خليني نتكلم. وتعرف انك وقت اللي وقع تعيين التنسيقيه جديده كلمتني بالتليفون وفهمنا وقلت لك عماد وجهك انت ولا كل مره كل فرصه نذكرك. نقول لك لو فيزا بي نتاعي في المدينه قداش مره قلت تحدثوا مع ردك بلا سمع تقول لي لا اسمع تقول لي الفيزا دي نتاعك في المهديه هو انت فهمتني؟ وانت من هكا